بكم على قناتكم ايمان's كيتشن. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه البرتقال اللي كيجي رائع، وكذلك ما تشبعوش منه ان شاء الله. الا جربتوه اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. انا غادي نشارك معكم حتى الطريقه ديال الكلاصاج اللي كتجي سهله التحضير، فقط تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. الى عجبكم ما تنسونيش كيف كنقول لكم دائما من تشجيعاتكم ليا، من لي لايكات، بارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم باش هكا تعم الفائده على الجميع. مهم بلا ما نطول عليكم، خليكم مع المكونات وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. فغدا نحتاج 4 ديال البيضات، عندي كأس ديال عنبة أو 150 غرام ديال السكر سنيدة، عندي هنايا ساشي ديال الفاني، 2 ديال البرتقالات كبار يكونوا معسرين، كذلك غدا نحتاج كأس ديال العنبة من الزيت النباتية، عندي قشور ديال البرتقالة وحده تكون كبيرة، وغدا نحتاج 2 ديال الملاعق كبار من الياغورت بنكهة الفاني، واحد الملعقه كبيره من خميره الحلويات او البيكنج باودر، وعندي هنايا واحد القبيصه ديال الملحه. وبالنسبه للدقيق غادي ياخذ ليا 300 غرام اللي هي 3 ديال الكيسان ديال العنبه، ودائما الدقيق يكون من النوعيه الجيده. ونبداو على بركه الله. انا اول حاجه كنضيف البيض، دائما يكون بدرجه حراره المطبخ، كنضيف عليهم قبصه من الملح والساشي ديال الفاني، كذلك سكر سنيده. هنا بالنسبه للمكونات بالغرام ان شاء الله كلها غادا ننزلها لكم في صندوق الوصف. صافي، وغادا نخلط هاد المكونات مع بعضها جيدا حتى كينسجم لي داك السكر مع البيض، وكنتحصلوا على خليط كيكون اللون ديالو ابيض كيف كتلاحظوا معايا. ومباشره كنضيف داك كأس ديال العنبه من الزيت، وكنبقى هنا دائما مستمره في الخلط حتى كتنسجم لي ديك العناصر كلها مع بعضها. فكنضيف عليهم داك الياغورت بنكهه الفاني، يعني 2 ملاعق كبار يكونوا عامرين، وغادا نخلط وغادا نضيف عليهم قشور ديال البرتقال وعصير ديال البرتقال. صافي، وكنخلط كلشي مزيان، ومن بعد غادا نجيب الدقيق مع خميره الحلويات. انا دائما كنضيف نصف كميه ديال الدقيق، انا حتى كنخلط الكل مزيان، ومن بعد كنضيف داك الكميه اللي تبقات لي. انا كيف قلت لكم يعني كتاخذ لي 3 الكيسان ديال العنبه، كل كاس ديال العنبه كيعطينا 100 غرام، اللي عندي هنايا 300 غرام. ودائما الدقيق يكون من النوعيه الجيده الخاص بالحلويات. صافي، انا كنضيف داك الكميه اللي تبقات لي من الدقيق، وكنبقى نخلط شويه بشويه حتى كنتحصل على قوام ديال الخليط ديال الكيك العادي، يعني ما كيكونش ثقيل بزاف وكذلك ماشي خفيف. انا كيف لاحظتوا معايا هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه، كيجي بهذا الشكل هذا. صافي، هنا مباشره كناخذ المول اللي غادا ندخل الفرن. عملت هنايا ورق الطهي، وكذلك تعملوا شويه ديال الزيت وكترشوا شويه ديال الدقيق. هنا بالنسبه للمول القطر ديالو 22 سنتيم، وماشي بالضروره يعني تعملوا هذا المول هذا، قال لكم تعملوا حتى مول دائري. صافي، هنايا كنفرغ خليط ديال الكيك،
وغادا ندخلو الفران على درجة حرارة 180 درجة. كتخليو الكيك ديالكم يعني حتى كيطيب ويتضاعف الحجم ديالو. من بعد كنشعليه فقط من الفوق، وكتحاولوا تنقصوا العافيه تكون شويه مهيله غير كي ياخذ داك اللون الذهبي ديالو. صافي هنا غادا ندخلو ان شاء الله للفران وغادا نتلاقاكم. من بعد ما طاب الكيك كيف كتلاحظوا معايا يعني راه ما شاء الله عرفتي راه واحد النسمه طالعه من الفران، راه ما نقولش لكم. ان شاء الله تجربوه. هنا غادي نحضر معكم الطريقه ديال الكلاصاج. بطبيعه الحال كنخلي الكيك حتى كيبرد تماما وعاد كنزولو من المول. تاج 4 ديال الملاعق كبيره تكون عامره بالسكر كلاصي او السكر بودره، وغادا نضيف عليهم فقط ملعقه كبيره من عصير البرتقال. صافي هنايا كنضيف داك السكر كلاصي وغادا نضيف عليهم داك الملعقه كبيره من عصير البرتقال، وهنا نخلط حتى كيذوب لي داك السكر مزيان. هنا السكر ما غربلتوش، يمكن لكم تغربلوه. صافي كنبقى نخلط حتى كيبان لكم داك الخليط ماشي يجيكم خفيف، الخليط كيكون عاقد. يعني ملي كتهزوا هكا داك الفوي كيبان لكم داك الخليط راه عاقد، يعني كيهبط شويه بصعوبه. الا لقيتوها جاتكم شويه خفيفه ضيفوا فقط شويه ديال السكر كلاصي وتبقاو تخلطوا مزيان. انا باش تعرفوا ان يعني هذا الكلاصاج هذا صدق لكم كتعملوا هكا غير خطوط في الاناء وكيبان لكم راه مقاد يعني ما كيسيحش لكم. صافي انايا عملت هذا الكلاصاج هذا في البوش وكنبقى نعمل خطوط من فوق الكيك. انا اخواتي الا بغيتوا فقط تزيدوها كتزيين باش كيجي الكيك صراحه كيجي عاطي المنظر. ما بغيتوش تزيدوها يمكن لكم فقط دهنوها هكا بالكونفيتور، وممكن كيبقى دائما تزين على حسب الاختيار ديالكم. صافي هنايا كنعمل يعني غير خطوط رقيقه وكنبقى غاديه حتى كنكمل داك الكميه ديال الكلاصاج. وكذلك راه كيعطينا حتى داك المذاق بنكهات البرتقال اللي راه كتجي رائعه وما كيجيناش حلو نهائيا هذا الكيك هذا. بزاف الا لاحظتوا معايا انني عملت غير كاس ديال سكر العنبه في الكيك كتجينا الحلاوه هي هذيك. صافي هنا من بعد كنعمل خطوط هكا، كنعمل دوك دوائر ديال البرتقال كتزيين. ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذا الكيك راه فعلا كيستحق التجربه وكيجي بنين، راه ما نشكروش لكم. انا غادا نقطع لكم الكيك باش تشوفوا الشكل ديالو كيف كيجي من الداخل. المهم راه واحد المذاق ان شاء الله تجربوه ورجعوا لي الكومونتير وقولوا لي كيف جاكم ان شاء الله. فاكيد اخواتي غادي ينال الاعجاب ديالكم. وصافي هذا هو الفيديو اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى ما نكونش طولت عليكم اخواتي وتجربوا راه فعلا كيستحق التجربه وكيجي واحد المذاق ديال البرتقال راه اكثر من رائع. هنا فقط غدا نقسم لكم هكا الكيك باش تشوفوا كيجي خفيف ولذيذ بزاف. وشكرا لكم اخواتي، نتمنى تجربوا ونشوفكم ان شاء الله في وصفات مقبله بحول الله.